هلا وحبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون كلكم بخير وصحة وعافية، ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب. حبيت اسوي لكم وصفة السميط التركي الهش اللذيذ اللي راح يعجب كل العائلة وراح يفيدكم هواية بالسحور. طبعا المواد اللي راح نحتاجها مواد كلش بسيطة وسهلة ومتوفرة ان شاء الله بكل بيت، وراح تكون ان شاء الله بالمقاييس المضبوطة بحيث يطلع عندكم السميط كلش طيب ولذيذ وهش. طبعا أول شي راح نحتاج ظرف من الخميرة أو ملعقة طعام من الخميرة. راح نخليها ب3/4 الكوب من الحليب الدافي على مود نتأكد من الخميرة تكون فعالة ونشطة ويانا. بعدها حبايبي راح نحتاج 5 أكواب من الطحين. أنا استخدمت 5 أكواب من الطحين متعدد الاستخدامات، وانتوا إذا تحبون تقللون الكمية أو تكثروها فهذه ترجع لكم. وبعدها حبايبي راح نضيف ملعقة طعام من السكر، وراح نضيف ملعقة كوب من الملح، وراح نجانس هذه المكونات الجافة كلها مع بعضها على مود تتجانس ويانا. وبعدها راح نحتاج تقريبا نص قالب من الزبد، يكون بحرارة الغرفة أو تموعوه شوية بس لا تخلوه كل السائل. وراح نبدي بعدها نضيف الخميرة بعد ما تفاعلت ويا الحليب بهالشكل هذا. راح نضيفه ونبدي نجانس المكونات كلها. وطبعا حبايبي هنا أنا احتاجيت بعد حليب فضفت نص كوب من الحليب. طبعا كمية الحليب راح تكون حسب نوع الطحين اللي استخدمتوه، يمكن أكثر ويمكن أقل. توصلنا إلى مرحلة إنه إحنا حصلنا على عجينة تكون بهالشكل الواضح أمامكم، عجينة مطاطية شوية وبنفس الوقت ما تلزق بالإيد. راح نتركها بمكان دافي تمام لمدة نص ساعة واحتمال أكثر حسب الجو اللي يمكم. تمام حبايبي، بعد النص ساعة أنا احتاجيت بس نص ساعة بنات، فصارت بهالشكل هذا ما شاء الله عليها عجينة كلش حلوة وهشة. وأول شي حبايبي راح نبدي إنه العجينة حنسويها على شكل رول بنات مثل ما واضح قدامكم. وبعدها بنات راح نبدي نقسمها تقريبا إلى 12 قطعة، وتكون القطع حاول تكون بالتساوي. بعد ما قطعنا العجينة كلها وغطيناها راح نبدي ناخذ قطعة قطعة ونسويها بهالشكل اللي واضح أمامكم. طبعا حاولوا تكون الأسطوانات بنفس الحجم وبنفس الطول عمد نحصل على شكل يكون متناسق وجميل. وبعد ما صارت العجينتين متساوية عندنا بالطول نبدي نسويها سد برد مثل ما واضح قدامكم على مود نحصل على شكل السميط التركي. بعدها بنات حاولوا انه تقفلون بهالشكل هذا العجينتين بحيث تكون مثل ما نقول القفل محكم. وراها نخليها بصينية الخبز ونتركها لمدة ربع ساعة لحد ما يتضاعف حجمها. بهالأثناء نحضر الصوص مالتها اللي هو متكون من نص قلاص من الدبس التمر ونص قلاص من المي. راح نجانسهم كل الزين لحد ما يتجانسون. ونحضر أيضا السمسم المحمص، أنا هنا استخدمت تقريبا كوب من السمسم. بعد ما تضاعف العجين الحجم مالته راح نبدي بهاي الخطوة اللي هي كلش مهمة، وركزوا تكونون سخيين بيها. راح نخلي العجينة بالصوص اللي سويناه اللي هو عبارة عن دبس والمي، بحيث انه احنا نحس العجينة شبعت بالصوص هذا. وراها نغمرها ونكون سخيين وندللها بالسمسم، لأن طيابة السميط يكون بالسمسم المنغنغ بيها، بحيث تكون السمسم من كل الجوانب هو موجود. هذا راح يكون السر بالطعم مال السميط. وأنصحكم بنات تسووها بهالطريقة هاي لأن راح تحصلون على طعم السميط اللي يجنن. ومثل ما قلت لكم كونوا سخيين بالصوص وكونوا سخيين بالسمسم، لأن بهالأثناء راح تحصلون على السميط يكون جدا طيب وممتاز. وبعد ما نكمل الكمية كلها بهالشكل هذا الواضح أمامكم ندخلها على فرن حامي ومشعول من فوق ومن جوا على درجة حرارة 200. تمام. طبعا كل فرن ياخذ الوقت المناسب عينكم على الفرن لحد ما يطلع وياكم أطيب سميط تركي ممكن تسووا وتقدموه لعائلتكم بهالشكل اللطيف على السحور. طبعا ما أوصف لكم لذاذة الطعم والريحة مالته، تناسق السمسم ويا الدبس ويا العجينة فشي خيال. أنصحكم بنات تجربوه، ولا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات، وبنفس الوقت لا تنسوني باللايك. وإن شاء الله تعجبكم الوصفة وتعطوني آراءكم بالتعليقات. أحبكم هواية ومع السلامة.